ديزاين لبيدروم، والبيدروم دي ضيقه شويه، فمهم جدا ان انت تبدا ان انت تستخدم مالتي فانكشن فرنيتشرز. يعني ممكن مثلا السرير بتاعي يبقى من تحت فيه ادراج معينه بحيث ان انا اقدر ان انا افتح الادراج ديت واحط فيها خزين، او كمان في ميكانيزم بيقدر ان هو يشيل المرتبه كلها ويرفعها لفوق، فتبدا الجزء اللي تحت السرير كله اقدر ان انا استغله. وكمان اقدر ان انا استغل الباك بتاع السرير، الظهر بتاع السرير، بحيث ان انا اعمل ديزاين يبقى فيه ستورج ارياز معينه بحيث ان انا استخدم كل الاماكن ديت از ستورج اريا. كل الحاجات ديت هي بالنسبه لي مالتي فانكشن، تقدر ان انت تستخدمها في البيدروم، تقدر انك تستخدمها في الليفنج روم مثلا تحت الكنبه بشكل معين، او تقدر ان انت تبقى حاطط بانكت علشان تبقى قاعد عليه قدام السرير، والبانكت دوت كمان تقدر ان انت تفتحه في ستورج اريا. كل الحاجات ديت هتساعدك ان انت تديزاين السمول سبيس وفي نفس الوقت تلاقي ستورج لكل الحاجات اللي انت هتشتغل عليها. لو انت عايز تعرف تفاصيل وتابس وتراكس للانتيريور ديزاين وتعرف سيستم كامل للانتيريور ديزاين، سجلت لك فيديو كامل فور فري، تقدر ان انت هتلاقيه اللينك بتاعه في الكومنتس او هتلاقيه في البايو. خش شوف السيستم دوت، هيساعدك بشكل كبير انك تفهم ازاي تديزاين انتيريور ديزاين ناجح، وتقدر ان انت تكون عندك كومباتيتيف ايدج في الماركت بتاعك. بالتوفيق ليكم.